تحية نضالية لكل المناضلين الصامدين وعائلات الشهداء والمعتقلين بصفة عامة وبصفة خاصة بسوس ماسة. اليوم غادي نعطيو واحد التوضيح لكل من يريد أن يضع يده بملف الشهداء والمعتقلين بانتفاضة سوس. لماذا؟ أولا، عليهم أن لا يفصلوا هذا الملف عن الملف العام بسوس، وعلى رأسه أولا ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق الفلاحين بصفة عامة والفلاحين المنكوبين بجبال الأطلس بصفة خاصة. وهذا ملف رقم 1 ثقيل بمطالبه وبتظلماته. نعم. ثانيا، ملف الفلاحين والعمال الزراعيين بسهل سوس. وهو هاد جوج الملفات هما لا يمكن فصلهما. واليوم جات انتفاضة سوس بشبابها جيل الزد لتتميم هذا التكامل بين الملفين والمحطوطين منذ سنوات، منذ ربع قرن على الأقل، على طاولة الدولة والحكومة معا. لا نريد هنا أن نضع أمامكم هذه الملفات لأننا منذ أزيد من ربع قرن ونحن نضعها ونضيف لها أو يضيف لها الفلاحون والعمال الزراعيون مع آيات من المطالب، آيات من الحقوق المهضومة بجهة السلطة بصفة عامة والنيابة العامة باستئنافية أكادير وابتدائية تارودانت صفة خاصة، ونضيف له قيادة أو القيادة الجنوبية للدرك على مستوى البوادي بطبيعة الحال بالجبال والوديان والسهول. إذن هذا الملف هكايا متكامل، لكن هنا هو المتهم
بصفة عامة إذا وضعنا هذين الملفين هكذا. من طبيعة الحال ولاية سوس ماسة بصفة عامة وعملات سوس ماسة من جهة، وهنا المدعومين لهذا الوضع، احتقان هذا الوضع، والمسؤولين بصفة عامة هما الملاكين العقاريين الكبار. لا نريد هنا فصل الملف كيف. هنا وضعنا القضية برمتها، وضعنا القضية برمتها حتى تفهمها ليس فقط الدولة بل كذلك علاقات الدولة بالمنظمة الدولي وبالمتحكمين في الاقتصاد والسياسة، المتحكمين في استقلال المغرب بصفة عامة، أو المتدخلين في شؤون الشعب المغربي بصفة عامة. هنا سنفصلهما ونضعهما، أو سنفصلهم أنهم ليس فقط هما مجموعة، ومجموعة غنفصلوها بالمواقع ديالها عالميا، وهي الإمبريالية الصهيونية والرجعية العربية، ونعرف ماذا. وهنا سنضيف ملفان لا يمكن فصله. هذا الصراع كله اللي كنتكلموا عليه، لأن سوس هو كما قلنا لكم مرة القلب النابض للثورة بالجنوب وبالمغرب بصفة عامة، تاريخيا ماديا وماديا تاريخيا. ملف آخر هو ملف الصحراء. لا يمكن فصل ملف الصحراء عن ملف انتفاضة سوس، ولا يمكن فصل ملفات الشعب المغربي. ملف واحد هو لا يمكن فصله. ولهذا قلت المنظمة الدولي، ولا أريد أن أشخصن ذلك، وإنما مجلس الأمن نعلمه أن الأمن الغذائي ديال الشعب المغربي ماشي في غير في خطر، وإنما منعدم. الأمن الغذائي كما تضعه الفو، يعني اللي هي منظمة كذلك في الأمم المتحدة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، منعدم عند الشعب المغربي. ليكن في علمكم، وأي فصل لهذا الملف يعتبر بطره ويعتبر إلغاؤه. كل ما يتخذ يعتبر لاغيا. حان الوقت لوضع الملف متكامل، وليس
وضعه سياسيا أو سياسويا إن أردنا الدقة. نحن من جهتنا كنقابة وطنية للفلاحين CGT، هكذا نضع ملفنا أو ملف الشعب المغربي باعتبارنا فاعلين في هذا الملف منذ 30 سنة، وباستمرار تنظيمي منذ 25 سنة. هنا نرجع للفاعلين معنا في هذه الملفات الصعيد الوطني، وهما بالضبط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالضبط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نعتبرها حليفا لنا على مجمل هذه الملفات. وكل المنظمات والجمعيات الاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك، سواء المتضررة أو كذلك الفاعلة في الساحة، ولها ما لها وعليها ما عليها في ما يخص حقوق الإنسان للشعب المغربي. إذن هنا لا أريد أن أطيل، إنما يجب التدقيق. رئاسة النيابة العامة بالرباط أعطتنا بعض التفاصيل المؤلمة لملف جيل زد من الناحية الجنائية، لكن هذا الملف لا يمكن فصله عما يوازيه من جهة حقوق الإنسان، يعني التكامل. وضع الملف فقط يهم الجهة الضعيفة، هي المنتفضون. هذه الجهة هي المنتفضون المحتجون. والسؤال المطروح هو لماذا؟ شبعوا؟ كثر ليهم الخبز كما كيقولوا، وما بقاوش كيقولوا عامة الناس، لأن الجوع راه ما كاينش مازال اللي ما كيحس به في المغرب إلا من هم أيديهم على هذه الملفات يؤجلونها. اليوم خرجت إلى العلن، من خرجت إلى العلن يجب معالجتها. نعم. المعرقل تقوله الدولة والمجتمع المدني وكل شخص أصبح يقول ذلك في كلمة واحدة: الفساد المستشري في المجتمع بصفة عامة. هناك من يفرض عليه، وهناك من يفرضه بالقوة، وقوة السلطة وقوة الموقع السياسي وقوة المكانة وقوة إلى غير ذلك. باش يكمل هذا الملف خصو يكمل هكا، وخصو يتعطى ليه هكا
مفهوم من طرف كل من يريد أن يضع يده في حقوق الشعب المغربي. لماذا انتفاضة سوس؟ لأن انتفاضة الريف تم وأدها بين مزدوجتين، وأدها من طبيعة الحال عبر التاريخ، كما وأد انتفاضات الجنوب عبر التاريخ. واليوم الريف ليس غائبا، وإنما يشاهد يرى ما يجري في المشهد أمامه، لأنه أدى ضريبة ما يسمى سياسويا في 2017 البلوكاج. البلوكاج ليس في الحكومة، ولكن البلوكاج ديال حقوق الإنسان في المغرب وجرعانات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولحقوق الشعب المغربي بصفة عامة. إذن بين انتفاضة 2017 بالريف وانتفاضة 2025 بسوس تكامل لا يمكن تجاوزه، لا يمكن تجاوز هذا الوضع، أنه هو ماشي ظرفي، وإنما هو جاء واحد المرحلة تاريخية اللي كتحسم فيها الملفات في المغرب، واللي كتحسم فيه عالميا. عرفنا أنها ما كتحسمش إلا بالحروب، والحروب ماشي مسؤولين عليها حنا، المسؤول عليها هو الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية متكاملة. هذا المفهوم في اليسار واحد النهار، ولكن ما بقاش كيتكلم عليه في المغرب، عندهم مسؤولية في هذا الشيء هذا. إذا لا يمكن كذلك فصل قضية الصحراء وفصلها والفصل فيها وتسويتها دون تسوية قضية الشعب المغربي بصفة عامة. وكنقولوا للمنظم الدولي ومجلس الأمن بكل وضوح، ملف الشعب المغربي لا يجب تجزئته. وكنقولوا الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية إلى بان لكم استغلال ثروات الصحراء وفصلها عن ثرواتنا، أو يعني إلحاقها بثرواتنا التي يتم استغلالها رغما عنا بالقوة، ونزعها عن أصحابها الفلاحين والعمال الزراعيين والعمال بصفة عامة. المنتجون هما اللي كينتجو، ماشي شي واحد آخر اللي كيحكم. وصلوا الانتخابات أو وصل طريقة من الطرق، هو خاص ينظر هذا الملف هكايا. أنا ماشي كنهدد، أنا كنعطي موقفنا. النقابة الوطنية للفلاحين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، ولما وضعنا ملف انتفاضة سوس أمام النيابة العامة وحددنا بالضبط من هم المسؤولين على الطرف الثاني، حتى لا يتم تجزئة هذا الملف. فيه طرفين،
ولا غيتحل بالمحاكمات وبالإدانات، غيتحل طرفين. ميمكنش يتجزأ. ناخذ الطرف الضعيف ونسردو عليه القوانين الجنائية ونقول فصلنا في الملف. لا، تاريخيا لا يمكن. يمكن في المحاضر والتحقيقات وهذا والقرارات والأحكام وكذا وكذا، ولكن الفصل التاريخي مازال ما وصلتوش. وهذا هو اللي كينقص جميع القضايا في المغرب، وماشي غير جميع القضايا في المغرب، حتى في العالم. وراه كنعرفوا ما يجري الآن بفلسطين بعد الإبادة الجماعية. هناك سيران القوة من أجل إضعاف الضعيف ومن أجل قهر المقهور، وكذا وكذا وهكذا عالميا. لن يمر هذا مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة. نحن هنا في مرحلة الفصل. مرحلة الفصل قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للشعب المغربي أولا، وأقولها وقلناها مرارا: الحل للشرق يأتي دائما من الغرب، والحل بالغرب الأفريقي يأتي دائما من شمال إفريقيا، وبالضبط من سوس والريف وكل ثغور المقاومة المسلحة للفلاحين ضد الاستعمار. مازال الاستعمار مستمر عندنا. إذن تتناولون هذا الملف كله. علاش قدمت لكم دابا الآن؟ هو ما مفصولش تاريخيا، عمرو ما مفصل ولا يمكن باش يتفصل، وما حطيتوهش هكا باش تفصلوا فيه، ولأنكم وضعتوا راسكم في المسؤولية ديال تناول هذا الملف فشلتوا فيه سنوات، وكتعاودوا نفس الأساليب، نفس الممارسات، وبل أكثر من ذلك. إذا هنا باش ما نكثرش غنقول لكم أن انتفاضة سوس بشهدائها ومعتقليها وضحاياها بصفة عامة في الجبال والسهول والوديان تنذركم، ليس هذا تهديد، تنذركم أنكم يجب، وهنا هاتكم راه المسؤولين، لا ما تقول لي علاش، شكون هاتكم؟ قلناها من الأول، بدا كل شيء هذا الشيء هذا. المسؤولين، المسؤولية يجب أن تكون بالمساواة حتى هي، ماشي نجيبو الضحية ونعاودو نحاكموها ونعاودو نزروها ونعاودو نسلبو ليها حقوقها. أكبر حق هو الحق في الحياة. إذا ما كاينش الحق في الحياة، الإنسان هادشي اللي قرينا فيه، ما كاين حتى شي حق آخر يمكننا نتكلمو عليه. وهنا بغيت ندقق: المسؤولين على إطلاق الرصاص في الشارع العام ولأول مرة منذ أعتقد 1990، انتفاضة فاس، كما انتفاضة مراكش، وكما
انتفاضة الدار البيضاء، هذه يوم انتفاضة سوس يطلقوا فيه القرطاس، والمسؤولين هما جوج أساسيين على رأسهم هنا سوس مسة. أولا بصفة عامة هو الوكيل العام لاستئنافية أكادير. الثاني هو قائد القيادة الجنوبية للدرك، وهما كلهم هما بجوج مسؤولين على معاناة الفلاحين أولا، ومسؤولين على إطلاق الرصاص على أبناء الفلاحين والعمال الزراعيين علانية، ما يهدد أمن الشعب المغربي. نعم، ماشي خايفين، ولكن كنناقشوا حقوقيا. إذا ملي وصلتوا أنكم تلقوا الرصاص علانية، إنكم حين أطلقتوا الرصاص في الصحراء راكم أطلقتوا الرصاصة الأولى اللي غادي تشعل الحرب الأهلية. وهنا كنعرفوا أن الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية هكا باش كتفك القضايا ديالها أشنا هي الاستغلال ديال الثروات ديال الشعوب، وضمنها الشعب المغربي المضطهد. لا يمكن أن نقبل بعد اليوم أن يتم استمرار اضطهاده وسرقة ثرواته باسم الصحراء أو باسم كذا أو باسم كذا. لا يسعنا هنا إلا أن أتمم وأحيي عائلات الشهداء بصفة عامة، شهداء الشعب المغربي وشهداء انتفاضة سوس بصفة خاصة، وعائلات المعتقلين السياسيين، معتقلي أو معتقلو انتفاضة سوس هم معتقلون سياسيون، وضعوا أمامكم ملفا سياسيا واليوم تحاكمونه. نعم، إذا تحية المناضلين كذلك بصفة عامة.